زين يا ولد الزين. انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين واختلت الموازين، يا زين يا ولد الزين. انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين واختلت الموازين. الشر لابس توب ملاك وفي كدبه متصدق، صاب العمى كل القلوب ما بقتش بتفرق، والضلمة والعتمة خلاص حلوا مكان النور، والخير ضعيف زي الغريب وبقشة متعلق. الشر لابس توب ملاك وفي كتبه متصدق، صاب العمى كل القلوب ما بقتش بتفرق، والضلمة والعتمة خلاص حلوا مكان النور، والخير ضعيف زي الغريب وبقشة متعلق. الحق دايما الأحق والحق واضح لي، والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. الحق دايما الأحق والحق واضح لي، والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. وإن كنت حيزين تعرف هتختار مين، وإن كنت حيزين تعرف هتختار مين، يا زين. الصح لازم تعمله لو حتى مش عاجب، ودعوة المظلوم سلاح من دعوته حاسب، واثبت على السكة اليمين اثبت على الصالح، لو حتى من كل البشر يا زين هتتحارب. الصح لازم تعمله لو حتى مش عاجب، ودعوة المظلوم سلاح من دعوته حاسب، واثبت على السكة اليمين اثبت على الصالح، لو حتى من كل البشر يا زين هتتحارب. الحق دايما الأحق والحق واضح لي، والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. الحق دايما الأحق والحق واضح لي، والظلم والباطل
مين اللي سرق الفلوس من الخزنه؟ ما خدناش حاجه. خليكم ساكتين واحنا هنفضل مكملين في ضربكم لحد ما تطلعوا في الروح. ها عم صالح يا عم صالح، عم صالح يا عم صالح. ايه يا بنتي؟ فين عم صالح؟ مالك بتبكي ليه؟ بابا عرفتين هو وناس كتير وبيضربوا فيهم. وبيضربوا فيهم ليه؟ بيقولوا انهم سرقوهم ولو ما رجعوش الفلوس راح يقتلوهم، وانا ابوي ما بيسرقش. وده حصل فين؟ ارض عزلي بيه. طب روح انت دلوقتي وانا هقول لعم صالح وهنيجي وراكي وابوك هيبيت في بيته الليله. يلا. مين اللي اخذ الفلوس يا واطي يا ابن الواطي؟ ما فيش حاجه. انت يا ما فيش حاجه والله. والله انا ما شاكك غير فيك. انت يا ولد. حسبي الله. تطلع مين انت عشان تمد يدك عليه؟ انا بعمل شغل. شغلك اللي هو ايه وشغال عند مين؟ انت اللي مين؟ وازاي تنزل انت والرجاله اللي معاك ارض من غير امر مني؟ العيب مش عندي، العيب عندك انت. المفروض قبل ما رجلك تخطي البلد دي تسأل من كبرها. كبرها؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين. انا صالح القناوي. عملوا لك ايه عشان تعمل فيهم كده؟ مهما كان عمله حقك تاخده بالادب وبالاصول. فخر. ايه يا اخوي؟ فك الرجال. يفك ايه؟ مفيش كلمه تمشي في الارض دي غير كلمتي انا. انت جننت ولا ايه؟ وعزة جلالة الله، لولا انك راجل كبير ولولا انك غريب لكنت دفنتك مكانك. لكوا قبضك قد ايه يا رجال؟ 4 ايام يا كبير. تفوتوا عليه في المنظر عشان تاخدوه. ربنا يخليك لينا يا كبير وانت قول في عمرك. حسابنا بعدين. ورا عزرائيل ياخدك. تعال عليا يا موجي البحر، شوي شوي يا موجي البحر. بقول لك هحضر لك الحمام والفطور. لا مش دلوقتي. مش دلوقتي يعني ايه؟ يا راجل بقينا الظهر عاد. بتجيب الساحة دي من فين؟ واه حاسب العيل. تحسديني ولا يا مرة؟ ابوي الله يرحمه كان صاحبه موظف في السكة الحديد، كان على طول يقول له لو القضيب مش حديد ما كانش شال القطر. كسفت من ايدي. فت انا بتكلم عن القطر. اللي حصل ده ما كانش ينفع ولا يجوز يا حاج صالح. اللي حصل مني ولا منهم يا بيه؟ منكم انتوا التنين. لا يبقى انا مش معاك في الكلام ده. اللي حصل مني ينفع ويجوز، اللي حصل منهم لا ينفع ولا يجوز ولا حد يقبله. ايوه بس العيال سرقت. سرقتنا حاسبهم في مركز في قضي عرفي، انما لا يطربطوا ولا يتضربوا. زمن الاقطاعين ولا بيه. ولو الباشا صاحب الارض فاهم ان الزمن ده لسه موجود يبقى غلطان. اللي يتحمل قانون الصعيد يعيش فيه، واللي ما يتحملش قانون الصعيد وربنا يا بيه احسن له يفارقنا. كلامك مظبوط بس اللي حصل برضه غلط. والله يا بيه ما دام لساك مصر ان انا غلطان بعد اللي حكيته لك ده كله، ما قداميش غير ان اقول لك كلمه واحده، انك شرفت ونورت. ماشي.
فين الواد مسعد؟ عمال يتحايل علي من الصبح، عايز يطلع يلعب مع العيال. قلت له اطلع. كان يجي يتفرج على الفيلم. ده بيحب اسماعيل ياسين قوي. ايه ده؟ في ايه؟ تضرب اهل بلدك عشان ولي نعمتك وفي الاخر تطلع انت اللي سرقه؟ انا ما سرقتش حاجه. اثبت. نثبت. هات لي شريك يا غريب. هات الواد الحرام اللي عندك. ده اللي خد الفلوس؟ ايوه صلاح بيه، هو اللي قال نسرق وهو اللي خد الفلوس. انت كذاب، انا ما خدتش حاجه. بقول لك ايه، فلوس لو ما طلعتش دلوك مش هتعيش دقيقه في البلد دي. الفلوس اهي اهي يا صالح، فلوس اهي اهي. مرة عقله صرف منهم حاجه؟ بربطتهم زي ما هم. سايق عليك النبي ما تحبسهوش، انا ولده محتاجينه، احب على يدك ما تقطعش عيشه. صالح القناوي ده طلع حكايه كبيره قوي يا باشا. ده شخصيه زي اللي كنا بنقراها في الحواديت زمان. النوعيه دي بقت قليله قوي دلوقتي يا باشا. صالح القناوي ده اكتر راجل حقاني ممكن تقابله في حياتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جناب المأمور؟ اهلا مرحبا يا مرحبا، اتفضل. فلوسك يا باشا، عدها في بيتك براحتك ولو ناقصه حاجه فرقه. مين اللي سرق الفلوس يا حاج صالح؟ اللي سرق الفلوس واحد من رجالتك، واحد من اللي كانوا بيضربوا الغلابه اللي ما لهمش ذنب. بجد يا صالح؟ بجد يا بيه، حاميها حراميها. لو كنت جيت لي بيتي من الاول كنت هقول لك مين اللي سرقها، انما دلوقتي انت ليك فلوسك وبس. عموما انا بشكرك جدا، ويا ريت لو سمحت نحط ايدنا في ايد بعض انا وانت. ما محبه الا بعد عداوه. مفيش عداوه لا سمح الله، انا في خدمتك يا بيه في اي وقت. بس للاسف انا ما ينفعش احط يدي في يد اي حد على اهل بلدي، ولو حد داسلك على طرف ما حدش هيجيب لك حقك غيري. لو حد داس للجناب المأمور نفسه على طرف ما حدش هيجيب له حقه غيري. حتى حق جناب المأمور؟ البلد دي بيحكمها انهي قانون يا سياده المأمور؟ بقانون الجناوي. ده اللي حضرتك ما تعرفوش، ان قانون الجناوي اقدم من القانون ده. قبل ما يعملوا مركز شرطه وجد جد جدي هو القاضي العرفي للبلد دي، ودي الميزه في بلدنا. دونا عن اي مكان في الجمهوريه عندك مكانين تجيب حقك منهم، مركز الشرطه وبيت الجناوي. عايز ايه تاني ده؟ واللي انت ما تعرفوش يا باشا ان عندنا في الصعيد هنا في كل قريه كبير. الكبير ده هو القاضي العرفي اللي بيحكم ما بين الاهالي وبين بعضيها والمشاكل المستعصيه اللي عندنا في الحكومه. شرفت الصعيد يا بيه. طول ما الحاج صالح موجود ما حدش فيكم هيتهان وما حدش منكم هيداس على كرامته. او من النهارده كلكم كرامتكم محفوظه. غريب. ايوه. الرجاله قبضوا فلوسهم؟ قبضوا يا كبير. خد بقية حقك منه. تعيش يا كبير. خد بقية حقك منه. تسلم يا كبير. يا احمد خد بقية حقك مني. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص سمعتوا يا كبير. بدوي. نعمين يا كبير. خد بقية حقك مني. تسلم يا كبير. والحاج ذكري خلص موضوعه على خير والحمد لله. رجل محترم ويستاهل كل خير. طازه لسه حلبهولك بيدي يا صالح بيه. تسلم يدك يا فرحانه. واه فين يا بنت البيضه ابو زبده؟ دقيقه ويكون جاهز. واه بنت
تنزل تاكل يا غريب. الف هنا سبكتك يا كبير، الف هنا. عملتوا ايه مع الحرام اللي اسمه هتلر؟ ادينا الكرباج لكل راجل فيهم، منهم اللي سامح ومنهم اللي ما رحمهوش. الراجل يستاهل ضرب البلغه. بتددوا على اهل بلده عشان كملتوش واحد غريب. قالوا الاصل. طب بالاذن يا كبير. ازيك يا ست صالحه؟ واه إيه اللي جابك؟ لسه افطر والبس واجيلكوا على المستشفى. ويا بنت ساكته كده ليه؟ ما تنطق فيه ايه؟ الدكتور قال المرض انتشر في جسمها كلها ساعات وتقابل وجه كريم. طول عمري بحس ان هي اختي، عمري ما حسيت ان هي ضرتي. 2 وهي بتتعذب، 2 شافت فيهم اللي ما حدش يقدر يستحمله. اللي يحبها يا صالح يتمنى لها الرحمة، وانت ما قصرتش. غريب. ايوه يا كبير. جهز العربية عشان نطلع نجيبهم وزين من المستشفى. حاضر يا كبير. عمري ما حسيت بضعفي وقلة حيلتي إلا قصاد مرضك يا نادية. عشت عمرك كله شايلاني من على الأرض شيل. كنت بتعمل اللي يساعدني حتى لو هيتعسك. اتحملت اللي ما فيش مرة في الكون تتحمله مع جوزها. تعرف يا بنت، أنا أول ما كانت روحي من غير إذني سامحيني على كل مرة زعلتك فيها. سامحيني على قسوتي اللي كانت من ورا قلبي. يا ولد ابوي، ما كانش صح تنقلها من المستشفى وهي في الحالة دي. وصيتها كده يا فخر، مش عايزة تموت في مستشفيات، عايزة تقابل وجه كريم على فرشتها. بعدين الدكتور بيقول قدامها ساعات محدودة. مرض الوحش اتمكن من جسمها كله يا فخر. امال زين فين؟ بالله عليك ندم على غريب يشوفه فين؟
روحها متعلقة بيه. حاضر يا أخوي، حاضر. حاجة عم غريب. رغم انك شاركتيني بجوزي، لكن ما شفتش احن منك علي ولا على ولدي. بنتك زين يا صالحة. زين، أنا جبت لك لبس العيد اللي كان نفسك فيه. كان نفسي أشوفك بيه لما تكبر. هتوحشك قوي. أشوفك على خير يا حبيبي. اوعاك تنسى يا زين، ما تقوليش يا ماما. عارف انت ربنا بيحبك يا ولدي. انت اكتر عيل محظوظ في البلد. ليه يا ماما؟ العيال كلهم عندهم ام واحده، انت عندك امين، اني وناديه. بس بقت ام واحدة بس. قول لي يا بطل، لو العيل اللي جه في بطني ده جه واد هتسميه ايه؟ لو واد سميه طه. اشمعنى يعني؟ على اسم الشيخ اللي في الكتاب اللي بيحفظني القرآن. ربنا يحفظك بحفظه يا ولدي. طب افرض جات بنت هنعمله ايه؟ لو بنت سميها نادية على اسم أم الله يرحمها. الله يرحمها. يا حبيبي يابا، يا حبيبي، مش قادرة أصدق إني مش هشوفه تاني. ربنا رحمه يا امين. ايه عايزاه يعيش مريض طول العمر؟ اللي خلقنا ده ابوكي دلوقتي زمانه عايش في قصر في الجنه، وهيبني لنا قصر على الارض ان شاء الله. منين وكيف؟
من ورثك يا ولي. ورثي؟ ده حج في الارض من ورث ابويا، ما يجيش 100,000 جنيه. واللي يعملهم لك مليون في 6 اشهر. انت اتهبلت ولا اتجننت يا هتلر؟ كنت عملت همينتا من الملاليم اللي رماهم لك اخواتك من ورث ابوك، بدل ما كنت تصرفهم على النسوان والخمر. انت لسه بتقولي ملاليم، بعدين ساعتها كنت طايش. دلوقت عرفت منين تؤكل الكتف. لا، ايش ضمني ال 100,000 جنيه ما يضيعوش؟ انا عايزه اربي ولدي. يا هبله يا هبله، ما هو كله علشان خاطر ولدك وولدي. عايزاه يعيش في الضنك اللي احنا عايشين فيه ده طول العمر. فكري يا امينه، فكري. فاليوم القتل صدق الله العظيم. ليه يابا؟ اليوم انا اللي تموت وتسيبني؟ عشان امك ما كانتش بشر، امك كانت من الملائكة، والملائكة ما بيقعدوش كتير على الارض، لازم يطلعوا فوق عند العظيم، عند ربنا. عملت ايه مع اخواتك؟ هيدولك حقك ولا طلعوا عندها؟ اخواتي ما طلعوش عندها زي اخواتك يا هتلر. طب الحمد لله. هتاخدي فلوس ولا ارض؟ هيدوني فلوس. ما خدتيش ارض ليه؟ كنت جبت لك فيهم قرشين زياده. يا هتلر، الارض مش بتاعتي وحدي، بتاعتي انا واخواتي، ولازم تتباع عشان تقسم علينا. هم وفروا البيع والشراء. انت لسه برضه ناوي على اللي في دماغك؟ يا امين، الموضوع ده مرسوم ومحسوم وعلى التنفيذ، مش ناقص غير القرشين اللي معاكي. والمرة الصح تقف في ظهر راجلها. واعملي حسابك يا امينه، القرش في الموضوع ده هيرجع الطاقة 10. هعيشك في النعيم يا منية النفس، ونخرج من القبر اللي احنا عايشين فيه ده. طب سيبنا فكر. تاني يا امينه؟ تاني وتالت يا هتلر، سيبنا فكر. فكر. فكرتي هتلر؟ طبعا عارف يا صالح الطار اللي بين عيلة زينهم وبين عيلة عبد الصمد. عارف يا بيه. وعارف ان عيلة زينهم وقع منها 5 شباب، وعيلة عبد الصمد 4. وعارف ان عيلة زينهم بيفكروا ازاي يقتلوا الخامس من عيلة عبد الصمد. لو حصل ده يا صالح البلد هتولع. ربنا ما يجيب ولعه، بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان عيلة زينهم وعيلة عبد الصمد هيتقابلوا النهارده عندي في المنظرة. ازاي؟ كيف حصل ده؟ الحمد لله بنعمة وفضل من ربنا. العيلتين بيحبوني وبيحترموني وبيقدروني. مش بس كده، انا كمان لقيت الحل. حل ايه؟ كبير عيلة عبد الصمد قال قدام البلد كلها انه مستعد يدفع اكبر دية عيلة زينهم توافق عليها. والله لو ده حصل تبقى عملت معجزة كبيرة. اعتبره حصل يا بيه. ابويا الله يرحمه قال لي لو حكمت بين الناس بشرع ربنا وبالاصول الحديد هيليني في يدك. الحمد لله، اعتبرها مشكلة وخلصت. افتحوا الباب. اتفضلوا. على قد ما كنت حزنان على اللي حصل ما بينكم،
على قد ما انا فرحان انكم تحت سقف واحد دلوقتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عيلة عبد الصمد قدام البلد كلها جنحوا للسلم. ربنا عز وجل قال إيه؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله العظيم. علشان كده اكتب. عايز عيلة زينهم تقول ورايا: نشهد الله العظيم، نشهد الله العظيم إننا عفونا عنكم وعن عائلتكم وليس في قلوبنا حقد ولا غل ولا ضغينة والله على ما نقول شهيد. كبير عيلة عبد الصمد كيف ما شفنا قدام البلد كلها قال ايه؟ قال مستعد ان ندفع اي دية. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. اكتب: ولقد قررنا على ان تكون الدية 1,000,000 جنيه يتم توزيعها على اولياء الدم حسب مراسهم الشرعي من الضحايا. عيلة عبد الصمد يقولوا ورايا: تبنا الى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. وعزمنا أن نعود المعاصي أبدا. يا حاج عبد الستار احنا بنقول ايه؟ عزمنا على أن نعود إلى المعاصي. احنا بنعمل ايه؟ وعزمنا ألا نعود إلى المعاصي أبدا. ألا نعود إلى المعاصي أبدا. والله وكيل شهيد. الفاتحة. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان. كل ويشبع يا حبيبي. ألف هنا وشفا يا حبيبي. بص يا هتلر، أنا موافقة، بس في الأول أعرف هتعمل بيهم إيه. مقبرة يا أمينة، مقبرة حاطط يدي عليها من 3 سنين. كل اللي محتاجه عدة حفر ب70,000 جنيه. عملت كل حاجة عشان ألم، معرفتش. بالك يا أمينة لما أبيع الخير اللي جواها. العشة دي هتبقى قصر. الفلوس هخلي كل البشر اللي في البلد دي تحت طوعي. مفيش كلمة هتمشي غير كلمتي، هتمشي على أتخن شنب في البلد دي، وأولهم صالح القناوي اللي هاخد منه حقي قدام البلد كلها. كل شبر في البلد دي هيبقى ملكي، وقانونها هيبقى قانوني. قانون هتلر. عامله ايه يا ولدي؟ الحمد لله. لساك بتذاكر يا زين؟ خلصت. خلصت مذاكره ما خلصتش وكل. شو بقى؟ ربنا يرضيك يا ولدي، اوعاك تنام قبل ما تصلي العشاء. حاضر، هصلي دلوقتي. يلا ادعي لامك ربنا ينتعها بالسلامه يا ولدي. يلا.
ظلمني حد. يعلم ربنا ما جتش مرة زعلت حد، بعمل مش هنا مش هنا، لو جه في مرة ظلمني حد. ده كلام هينفع ولا الندم أصبح يفيد؟ الزم حدودك لو قصاد نسر الصعيد. ألف شكر للظروف والأيام خلتنا أشوف، يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي حد خاطر، واللي عنده حساب يجيبه، واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني، وحق حقه مش هسيبه. الأيام بتروح وتيجي، واللي عايز بكرة يجي مش هيلاقي غير مفيش، واللي ناسي عمايله فيا عندي ليه مفاجأة وهدية، والجميل ما بيتنسيش، واللي كانوا بيحضنوني ومن خدودي وبيبوسوني كله ينسى ده كان زمان. قلبي أصله معبي منكم، غلطته إنه مأمنكم، سمعته ولا أقول كمان، واللي قال لي معايا قل هفتكر له ألف زلة، والجدع يعرف يسد. ده انتوا ياما وصلكوا مني والنهارده مكدبيني، هاتوا ناس تعرف تعد. ألف شكر للظروف والأيام خلتنا نشوف. ياللي كنت في يوم شريكم بعتكم وخسرت فيكم، وحبتديها من جديد. ده انتوا افعالكم غريبة والخسارة لو قريبة احلى من مكسب بعيد، والطمع دايما ماليكوا، خدتوا مال الدنيا ليكوا، بكرة تمشوا وحسبوا، والمبادئ بتباعوها والاصول فجأة نسيتوها، واللي منكم تجرحوه، واللي فاكر نفسه حاجة عايزه بس يقول لي حاجة راح يدوق مر الكلام. ده انتوا واجب تشكروني وبالصحافة تكرموني، هنقول ايه ناقصين على هي كلمة ومش هكتر، السماح مع ناس تقدر، من صراحتي ما تزعلوش، لو نسيتوا انا لسه فاكر، كل يوم بكتب واذاكر، والرخيص ما بغلهوش. ألف شكر للظروف والأيام خلتنا نشوف.